عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بشرح درس عمليات جراحية تجرى بواسطة التكنولوجيا. وشرحنا في الحصة السابقة قسطرة القلب، واليوم سوف نقوم بشرح الخطوة الثالثة منه، وهي تفتيت الحصى في الكلى. وإن شاء الله الخطوة التي سوف نشرحها بعدها غسيل الكلية. فأما الآن، ساعدت التكنولوجيا الطبية الجراحية في حل مشكلة تراكم الحصى في الكلية والحالبين لكثير من المرضى، وخففت من آلامهم. ولم يقتصر الأمر على استخدام المنظار في عملية استئصال الحصى من الجهاز البولي، بل أدى تطور التكنولوجيا إلى تفتيت الحصى دون اللجوء إلى عمليات سواء بشق كبير أو صغير في الجسم. النشاط الأول: كيف يمكن استخدام المنظار في عملية إزالة الحصى في الكلية؟ دعونا نقرأ. المنظار عبارة عن كاميرا متصلة بأنبوب صلب أو مرن، يتم إدخاله في أحد تجاويف الجسم أو بإحداث شق صغير في الجسم. إذن يتم استخدام المنظار في عملية إزالة الحصى من خلال اللي هو إدخال الأنبوب الصلب حسب المرونة، صلب أو مرن على حسب إذا كان مباشرة في الجسم فراح يضطروا إنهم يدخلوا صلب، أما إذا ما كانش مباشرة فراح يتم يدخلوا مرن. طبعا يتم إدخاله في أحد تجاويف الجسم، يعني بأي فتحة في الجسم من التجاويف، أو بإحداث شق صغير في الجسم، يعني يتم في أي المنطقة اللي بلاقوها مناسبة عشان يدخلوا فيها بيحدثوا شق، ومن خلاله يتم إدخال هذه الكاميرا المتصلة بالأنبوب. هكذا يتم استخدام المنظار في عملية إزالة الحصى في الكلية. إذن نقوم بتعريف تفتيت الحصى في الكلى. هي طريقة لإزالة حصوة كلوية أو حالبية أو مثانية عن طريق تفتيتها. تمام، هذه هي أول خطوة. الخطوة الثانية اللي هلأ رح نتعلمها هي أسباب تكون الحصى في الكلية. يعني إيش السبب اللي بيخلي هاي الحصى تتكون داخل هذه الكلية؟ الأملاح هي السبب اللي أدى إلى تكون الحصى في هذه الكلية. طيب، لو هذه الفضلات وهذه هي المادة البولينة اللي الآن سوف نتكلم عنها، والأملاح والماء، إذا هذه تراكمت في الكلية إيش بيصير؟ طبعا إذا هذه هي المواد تراكمت في الكلية تشكل خطرا كبيرا على حياة المريض وتسبب التسمم. هذه خطوة عرفناها، إنه لو الفضلات تراكمت في الكلية مثل طبعا البولينة والأملاح والماء، وهي هذه كلها فضلات، يشكل خطرا على حياة المريض وطبعا تسبب التسمم. هذه هي حصى الكلى. الآن سوف نتكلم عن ضرورة إجراء عملية غسيل. الآن سوف نتحدث عن كيفية تحديد مكان هذه الحصى الموجودة في الكلية في طريقتين. نقدر نحدد مكان هذه الحصى الموجودة في الكلية. أول طريقة وهي الأشعة السينية، من خلال إذن يتم تحديد
موقع الحصى في الكلى بطريقتين، اللي هو الالتراساوند والأشعة فوق الصوتية. يتم تحديد فيهم مكان الحصى، لكن كيف يتم تفتيت هذه الحصى؟ يتم تفتيتها بالمنظار. كيف؟ من خلال كاميرا متصلة بأنبوب يتم إدخاله في أحد تجاويف الجسم أو في شق منه. هذه أول طريقة عن طريق المنظار. ثاني طريقة عن طريق الموجات التصادمية، وهذه الموجات الصدمية موجات كهرومغناطيسية عالية التردد. إذن لو بدك تقولي لإنتاج الموجات الصدمية نستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية. تمام؟ إذن لما يقولك من طرق إزالة الحصى في الكلى اللي هو المنظار والموجات التصادمية. طيب، لازم طبعا لما انتو تاكلوا الأغذية اللي هي مليئة بهاي الأملاح لازم انكم التقليل منها. ايش السبب؟ السبب عشان ما تتكون الحصى في هذه الكلى. يعني لما يحكي لك عللي يجب التقليل من تناول الأطعمة المليئة بالأملاح حتى لا تتكون هذه الحصى في الكلى. وهذه هي جزئية تفتيت الحصى في الكلى. الآن سوف ننتقل إلى غسيل الكلى والكلية بين قوسين الكلية الاصطناعية. تمام. ينجم عن الفشل الكلوي تراكم للفضلات مثل البولينة والأملاح الناتجة عن الأيض الغذائي، ولذلك يجب الحصول على علاج ليحل محل العمل الذي كانت تقوم به الكلية يوميا. تعد زراعة كلية يتلقاها المريض من متبرع الطريقة الأفضل لعلاج الفشل الكلوي إذا كانت حالة المريض الطبية تسمح بزرع الكلى، إلى أن البحث عن كلية مناسبة للمريض قد يستغرق وقتا طويلا، مما يسبب تراكما للمواد السامة، وهذا قد يشكل خطرا على حياة المريض. إذن الفشل الكلوي هو تراكم للفضلات مثل البولينة والأملاح الناتجة عن الأيض الغذائي، ولذلك يجب الحصول على علاج ليحل محل العمل الذي كانت تقوم به الكلية. إذن الفشل الكلوي مرض ينجم عن عدم قدرة الكلى على تأدية أو القيام بوظيفتها، مما يساهم في تراكم الفضلات كالبولينة والأملاح. هذه هي الفشل الكلوي. طيب، في طرق لزراعة هذه الفشل الكلوي، منها زراعة كلى، وهذه زراعة الكلى هي الحل الأفضل، هي الطريقة الأفضل لعلاج هذا الفشل الكلوي. أما الطريقة الثانية وهي غسيل الكلى وهو الديلزة، وهي عبارة عن تنقية الدم من السموم، يعني زي مصفاية بتنقي الشوائب، فهذه كذلك بتنقي الدم من هذه الشوائب باستخدام جهاز يعتمد على فكرة الانتشار الغشائي ويسمى الكلية الاصطناعية. وهذا الانتشار الغشائي هو فكرة بتعمل على فصل المكونات عن بعضها. طبعا هذه المواد الذائبة طبعا في محلول حول الانتشار الغشائي هو فكرة تقوم عن فصل المكونات الذائبة طبعا في محلول
حول غشاء شبه منفذ كالسولفان. واللي اكتشف هذه الفكرة اللي هو العالم توماس جراهام. اللي اكتشف هذه الفكرة هو توماس جراهام. والعالم ويليام كولب هو أول من استخدمها. إذن العالم اللي توصل لهاي الفكرة اللي هو توماس جراهام، طبعا عام 1889 ميلاد. واللي سخر هذه الفكرة اللي هو ويليام كولب عام 1944 عن طريق استخلاص مادة البولينة من دم المرضى المصابين بالفشل الكلوي. طبعا المريض بيعاني من الفشل الكلوي، بيعاني من التعب والإرهاق طبعا، وطول مدة الانتظار أثناء هاي جلسة غسيل الكلية كما في الصورة. تختلف مدة جلسة غسيل الكلى أسبوعيا، طبعا بتكون أسبوعيا جلسة غسيل الكلى من مريض لآخر تبعا لوزن المريض. إذن تختلف مدة جلسة غسيل الكلية وعددها أسبوعيا، يعني ممكن تكون 4 وممكن تكون 3 حسب وزن المريض وسرعة جريان دمه وكفاءة الجسم. الآن تستمر هاي جلسة غسيل الغسيل الكلوي من 4 إلى 6 ساعات، وتتكرر 3 مرات أسبوعيا أو أكثر حسب حاجة المريض. ويتم تحديد الساعات المناسبة بناء على وزن المريض وكفاءة جهاز الترشيح المستعمل وسرعة سريان الدم في الجسم في جهاز الكلية الصناعية. وهذا كله يتم تحت إشراف أطباء وممرضين مختصين ذوي كفاءة عالية. إذن تعتبر عملية فراغ الكلى أفضل طريقة لعلاج الفشل الكلوي. تعتبر عملية زراعة الكلى أفضل طريقة. تعتمد عملية غسيل الكلى على فكرة الانتشار الغشائي من الفضلات التي تتراكم نتيجة الإصابة بالفشل الكلوي. حكينا البولينة والأملاح. بحكي لك عددي بعض الأمور التي تعتمد عليها مدة وعدد جلسات الغسيل الكلوي: وزن المريض وسرعة جريان الدم في المريض وكفاءة الجهاز المستخدم. تستمر جلسة الغسيل الكلوي من 30 إلى 60 دقيقة، طبعا خطأ من 4 إلى 6 ساعات. يعتبر العالم توماس جراهام صاحب فكرة انتشار الغشائي. طبعا توماس جراهام صاحب الفكرة صح. نكون خلصنا الوحدة الأولى، وهي عمليات جراحية تجرى بواسطة التكنولوجيا. وإن شاء الله في الحصة القادمة سوف نقوم بحل التمارين وتلخيص هذا الدرس في المذكرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.